السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وسعادة. صباح الخير عليكم وصباح الفل، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وسعادة. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا مع بعض نشوف الروتين بتاعنا النهاردة عبارة عن ايه. اول حاجة طبعا انا صحيت الصبح وصليت الصبح ووديت ملك الحضانة، عملت له السندوتشات بتاعته ووديته يا حبيب قلبي الحضانة. رجعت بقى كده. الشقة كانت مبهدلة خالص. هي مش مبهدلة قوي يعني، كانت مكركبة اللعب بتاع العيال، وكان غسيل لمته من على حبل كذا حاجة. وكمان كانت اختي وماما ربنا يخليها لي يا رب كانوا عندي قبلها بيوم، فانا بفضل قاعدة معاهم مش بحب اعمل حاجة، لان طبعا العيال الله اكبر بتقعد تلعب وتبهدل الدنيا. فانا بقول تاني يوم هبقى اعمل كل حاجة. شلت كده الكركبة وشلت الهدوم اللي كنت شايلاها من على الحبل، وطبعا غيرت الملاية بتاعت السرير، وشلت اللعب. طبعا اللعب دي عامله لي ازمه والله العظيم في حياتي. يعني انا اللعب مجرد ما بشيلها من حته بلاقيها في حته تانية، بشيل بقى من تحت الكنب وتحت الكراسي. بحس ان اللعب دي يا جماعه بتتكاثر يعني مش عارفه. كل ما ارمي منهم حبه مثلا مكسرين او ملهمش لازمه، بلاقي اللعب تاني كترت. شايفين عندي صندوقين من ده كده لعب. عامله السبت اللي هو بتاع الغسيل ده جبته، قلت خليه اللعب، وجايبه الصندوق اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بدأت اكنس كده كويس الحافظه. طبعا انا كنت شايله قبليها وكنت مسحه الشقه، فقلت بقى هعمل كده الروتين من على الوش واكنس الطبيعي والترويق بتاعي. طبعا المقشه شلتني، كانت كل شويه تتفك العصايه، كل ما اربطها تتفك تاني. تقريبا كانت العصايه خلاص بقى كده جابت اخرها معايا. اتخنقت منها، رحت بعت حبيبه اشتريت لي واحده جديده من عند الراجل بتاع الصابون ده كده فاتح تحتيه، وراحت جابت لي واحده جديده. طبعا الطرقه رحت شايله المشايه اللي فيها نفضتها، وبدات اكنس الارض كويس. طبعا حبيبتي ربنا يخليها لي يا رب كانت بتساعدني في الشقه وفي الترويق وفي الحاجات دي كلها. هي مثلا تلم يعني في الكلمه معلش سوري الزباله بالجاروف يعني في الارض. فكانت ايديا بصراحه في ايديا. هنا برضو بدأت انفض الكنب وبدأت اظبط الدنيا بره واغير المفرش بتاع الترابيزه. هظبط بقى كل حاجه. وبرضو كان في لعب وكنت مشتريه حاجات من السوق دخلتها جوه في المطبخ كذا حاجه. فطبعا اليوم يعني الحمد لله كان خفيف، وبدأت كده اليوم بكل حاجه حلوه. فطبعا انت لما تصحي كده الصبح تفتحي الشبابيك كده وتدخلي الهوا كده في شقتك وتصلي الصبح. تشوفي بقى هتفطري انت واولادك. وبعد كده ابدأي بقى الحاجة اللي هتعمليها. لازم يعني العصر يدن عليا اكون مخلصة كل حاجة في الشقة. انا بصحى بدري عشان اودي ملك الحضانة وبرجع اعمل كل ده. يعني مثلا لو بعمل حتى الحاجة بالراحة على مهلي، لازم العصر يدن عليا اكون قاعدة مرتاحة مخلصة الاكل ومخلصة كل حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا جماعة بجد البيت اللي لما بيكون نظيف او الشقة حتى مهما كان العفش عندك بسيط، بس في نظافة في المكان دي بالدنيا وما فيها. بتلمعي مثلا لو في تلفزيون حتى او ترابيزة تلمعيها من التراب. المراوح بتاعتك دايما تخليها تلمع، دايما تنضفيها. انا برضو لما نضفت المراوح بتاعت السقف، بس للأسف ما جبتهاش يعني وانا بنضفها. بمسك كده الفوطة بتاعت المطبخ ببلها كده وبمسح بيها المراوح اذا كانت سقف او عمود. لازم النظافة تكون موجودة عندك في البيت، هتحسي براحة نفسية رهيبة. وكمان ساعة الصبحية دي لما تصحي كده تعملي الحاجة بتاعتك، بيكون اليوم كله فيه بركة. تصحي كده تفتحي التلفزيون على القرآن، او لو عندك كمبيوتر او عندك راديو شغليه كده على القرآن، بتحسي كده باحساس بجد يعني جميل. طبعا انا كنت هعمل في اليوم ده طبعا محشي. ماما ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحه قبلها طبعا بيوم قلت لكم كانت عندي هي واختي، نزلت جابت لي الحاجه بتاعه المحشي. وهي كمان قورتها لي. وقلت بقى هعمل التسبيك على طول في اليوم ده هقعد احشيها كده. خلاص شايفين الاوضه راقت الحمد لله، بس هي برضو حاساها مش رايقه عشان اللعب بتاع مالك. وبحسها على طول كده يعني مش رايقه، لان اللعب تلاقوا الحصان في حته والعجله في حته.
بحسها كده، بس هي اديكوا شايفين الحمد لله عملتها. وادي اللعبه بقول لكم، بصوا اللعب مجنناني مش عارفه اعمل فيها ايه. والسرير الحمد لله خلاص غيرنا الملايه. هندخل بقى على المحشي. عملت طبعا التسبيكه، احنا عملناها كذا مره مع بعض في فيديوهات يعني لوحدها، فما حبيتش اطول عليكم الفيديو. رحت يعني ايه قلت ان انا اعملها واوريكم بقى ايه الحاجه في الاخر. كده خلاص وكل حاجه زي الفل الحمد لله. الشقه مدام راقت كده كأن كل حاجه عندي بقت زي الفل. ندخل بقى كده على الاكل ونشوف هنعمل فيه ايه. لازم برضو الغدا عندي يكون جاهز، علشان انا جوزي بيجي على الساعة 6، لازم يجي يلاقي الاكل معمول والبيت نضيف، والعيال طبعا برضو بيكونوا نضاف. لازم كل ده يحصل، هتحسي براحة نفسية وحاجات كده جميلة هتحسيها. اللهم صل على سيدنا محمد. ادي كده خلصت الخلطة بقى والحاجات بتاعتي الجميلة دي. بصوا البتنجان حلو وصغير ازاي. انا حبيبة هنا عندي مهمتها انها بتنضف لي ورق العنب. ورق العنب ده اللي هي بقى على طول ايه بتعملهولي بتوضبهولي. بصوا البتنجان الله يخليها لي يا رب ويديها الصحة، منقيه صغنون خالص وحلو زيها. وهي كمان والله اللي قورتهولي علشان انا ايدي تعباني فمش بقدر ان انا اقوره. والخلطة بتاعتنا الجميلة طبعا اللي احنا عارفينها مع بعض لازم تبقى حمرة كده وكلها خير. هسيب لكم برضو اللينك للمحشي اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض. حبايبي عندي بتقعد تقصلي ورق العنب ده وتوضبهولي كده فوق بعضه، بيكون برضو سهل عليا. طبعا قعدة المحشي لازم تتحشي واحنا قاعدين في الارض، ما ينفعش نقف ولا الكلام ده، لا لازم نفرش كده ونقعد. ادي المحشي ايه خلاص جاهز، واحطه بقى يستوي على النار وهوريه لكم. ايه رأيكم بقى يا حبايبي؟ عملنا بقى النهاردة الغدا اهو مع بعض، ونضفنا الشقة وعملنا الروتين بتاعنا، كان سهل خالص وخفيف. وكمان لما تحبي اليوم بتاعك هتلاقيه سهل وعدى ومش بقى تقيل على قلبك. تحبي كده اليوم بكل تفاصيله وهتلاقي اليوم عدى بكل حاجة حلوة، مفيش بقى مشاكل مفيش تعب ليكي. اول حاجة نبدأ بذكر الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، نلاقي اليوم بقى زي الفل. هنا بوريكم جوزي عجبه الاكل جدا، هو عامل رجيم، فاليوم ده قلت له معلش اقضيه كده يعني كام صباع كده بسيط وهيبقى حلو. روعه بجد بجد يعني. سلم ايديك. الملوخيه اهي والله اتحدى حد يعملها زيي. ولا برنسي بقى ولا وانا دي على الفاضي وايه رايك في المحشي؟ لا محشي تحفه يا جماعه، محشي والله العظيم. بصوا يا جماعه عشان عامل دايت مش هينفع اكل دي، انا بموت اكلها يعني صراحه. بس هتاكل المحشي حلو صح؟ عامل ازاي يا جماعه؟ والخلطه تحفه يا جماعه بجد. تعالوا اتغدوا بقى معانا يا جماعه. تعالوا بقى يا جدعان. بصوا ورق العنب مش قوي ها؟ ورق العنب صغنون وحلو. يلا يا حبيبي. اسيبكم بقى كده على خير علشان اروح اتغدى. ايوه عشان لان بصراحه ميته من الجوع، واشوفكم في روتين تاني يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه. قول لهم مع السلامه.